السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. معاكم سما. النهاردة هنعمل فيديو جديد، هنعمل فيه القرص الطرية الفلاحي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وفعلا مش هتحتاجي تشتريها من بره تاني. وجربي وشوفي بنفسك. بس قبل ما نبدأ، أحب أشكر كل المتابعين اللي اشتركوا في القناة، ويا رب أقدر أفيدكم وأكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة هنجيب بولة، هنزل عليها بكيلو دقيق، هحط عليه رشة من الملح، رشه من البيكنج باودر. وهنا بقى يبقى عندي التكايه مهمه قوي. هجيب معلقه من اليانسون ومعلقه من الشمر، مش عايزه احطهم زي ما هم كده، الحبايه بتاعتها تكون صحيحه. هحاول اعمل تكايه صغيره، وهي ان انا احطها في المطحنه واجرشها جرشه صغيره قوي. ليه؟ عشان ما تديني الطعم واخد النكهه بتاعتها مظبوطه، وفي نفس الوقت ان هي ما تكونش تضايقني في الاكل. تمام. ببدا بعد كده اجيب كوبايه فيها نص كوبايه من الميه، ومعلقتين من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا المية تكون دافية، وابدأ اقلبهم كويس قوي واغطيهم واسيبها لما الخميرة بتاعتي تتفاعل. لحد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل هروح لدقيق تاني، وهنزل عليه بكوباية كبيرة من السمنة البلدي او الزبدة، او ان انتي مش عايزة تبيني فيها او تحبيها انها تكون دسمة قوي. خلاص، يبقى احنا هنحط نص كوباية من السمنة البلدي وهي بتبقى ممتازة، ونص كوباية من زيت الذرة. بصراحة بتبقى حلوة قوي. انا النهاردة هعملها 3/4 وربع، هعمل 3/4 سمنة بلدي واحط الربع زيت ذرة. هبدأ احطهم على المقدار الدقيق وبسهم كويس قوي. انا عايزة كل دقيق يتغلف بالسمنة بتاعتي. خلاص غلفناه تمام. هنزل بقى بالمقدار اللي هو الخميرة. بعد ما خلاص الخميرة اتفعلت معايا، هنزل بيها عليها، وبعد كده هروح نازلة اكون محضرة معايا اللبن الرايب. ما عندكيش لبن رايب، خلاص مفيش مشكلة، ممكن نعملها بزبادي. ما عندكيش زبادي، مفيش مشكلة، ممكن نعملها بلبن. بس يا ريت لازم نحط معلقتين قشطة معاه، بتدي دسامة وطراوة حلوة قوي وهشاشة جميلة جدا في القرص بتاعتي. هنزل كده من كوباية لكوبايتين من اللبن الرايب، واقلب كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتي تكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا مقدار اللبن الرايب او مقدار اللبن اللي هتضيفيه لازم يكون حسب كل نوع دقيق. يلا بينا دلوقتي نشكلها. هبدا اشكلها كور صغيره، وطبعا هكون جايبه الصاجه بتاعتي او الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه بسيطه من الزيت، وابدا ان انا انزل بكل الكور بتاعتي بتاعت القرص. هنزل بيها كده من غير ما اعمل فيها اي حاجه. وبعد ما خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي كلها دلوقتي، هبدا ان انا اضغط عليها وهي في الصينيه على طول. وهنا طبعا انا كده ببدا ان انا سبتها بعد ما تكون ارتاحت. هغطيها وابدا اخليها تخمر حوالي نص ساعه، تدخل على درجه حراره 200 من 20 ل 25 دقيقه، برضه حسب كل فرن. بس توعي ان انت تكوني تسيبيها وتمشي وتسيبيها، ممكن يكون الفرن بتاعك حامي قوي. فاحنا هنفضل نراقبها بعد 10 دقايق، عشان انا عندي بتاخد حوالي 15 دقيقة، بس انا بديكي وقت زيادة عشان انا معرفش الفرن بتاعك بيكون ازاي. هنبدأ بقى خلاص، خدت اللون بتاعها من تحت تمام. هروح مدخلاها تحت الشواية تاخد اللون بتاعي جميل جدا من غير اي حاجة. وبعد كده اول ما تطلع من الفرن عندي بالشكل ده، هبدأ ادهنها دهنة بسيطة بالفرشة بتاعتي بسمنة من البلدي، واغطيها حوالي 10 دقايق. وخلاص القرص بتاعتي بقت جاهزة وتحفة وجميلة وهايلة وكل حاجة في الدنيا. بجد حلوة جدا. لأول مرة تشوفوني يا ريت تدعموني بسبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. باي باي.